الكثير من التسريبات حول هذه الخطة، لكن دعينا نتحدث عما نعرفه بالنسبة لربما اللوجستيات. أولا بأنه قبل قليل أعلن البيت الأبيض رسميا بأن الرئيس ترامب سيلتقي مع نتنياهو وسيكون هناك خطاب لهما في البيت الأبيض الساعة 12 منتصف اليوم بتوقيت واشنطن يوم الثلاثاء. هذا يعني بأنه قد يعلن الرئيس ترامب نفسه عن هذه الخطة أو قد يتركها لمساعديه للإعلان عنها، لكن على الأقل نعرف رسميا بأنه الرئيس ترامب ونتنياهو سيكونان معا من البيت الأبيض وسيتحدثان في منتصف يوم الثلاثاء. عدا عن هذا طبعا رئيس حركة أبيض وأزرق الجنرال بيني جانس سيجتمع أيضا مع رئيس ترامب لكن بشكل انفرادي ليس مع نتنياهو. لن يكون الاجتماع ثلاثي بمعنى يضم نتنياهو وترامب وجانس، سيجتمع هو على حدة. لا نعرف إذا كان جانس سيكون ضمن الحضور يوم الثلاثاء أم لا، أم أنه سيعود إلى إسرائيل. هذا طبعا سأتركه إلى زياد ليؤكد هذا الخبر. عدا عن ذلك طبعا الخطة الأمريكية حتى الآن كل مسؤولي البيت الأبيض يقولون بأنها حافظت على سريتها، على الأقل الجزء السياسي منها. كما تعرفين الخطة الاقتصادية أعلنت عنها الولايات المتحدة فيما يسمى بورشة عمل في المنامة، وكان جاريد كوشنر وهو الذي أوكل إليه من قبل الرئيس بتصميم هذه الخطة على مدى سنتين تقريبا، ولا أعلن عن تفاصيلها. لكن الشق السياسي لا أحد يعرف. ما نعرفه ما نؤكده بأنه الإدارة قالت بأنها درست كل الخطط السابقة من خطة كامب ديفيد في عهد الرئيس كلينتون إلى آخر خطة، ولماذا فشلت هذه الخطط طابة وتفاهمات تينيت وجورج ميتشل وغيرها، وأنها وضعت خطة بالأساس كما قال لي جيسون جرينبلات وهو المبعوث السابق للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، هي تهتم بالدرجة الأولى بالوضع الأمني، الترتيبات الأمنية لإسرائيل. هذه ستكون أهمية قصوى بالنسبة لأي خطة، وطبعا سنعرف تفاصيلها. هناك تسريبات كثيرة كما ذكر التقرير، لكن سنعرف التفاصيل من الرئيس.